علاش الصين كتبغي يبنيو قناطر؟ علاش الصين بنات آلاف أو أطول قنطرة في العالم في واحد الجهة فقيرة سميتها كويتشو؟ واش عندها بزاف ديال الفلوس؟ هاد القنطرة عندها العلو ديال 625 متر وطول الحال 2890 متر، وتبنى في مدة ديال 3 سنين ونص. ماشي غير ناقصها وقت ديال السفر بين الجهتين من جوج سوايع حتى جوج دقائق، ولكن حتى داروا فوق منها منطقة ديال الترفيه والسياحة. كان شلال صناعيين وزيد عليهم أول مقام معلق في العالم. ولكن سؤال، واش بصح هادشي كيسهل؟ في الحقيقة جهة كويجو فيها حوالي 28 ألف قنطرة ديال الطرق، هي أكثر جهة فيها قنادق في الصين، وما بين 100 قنطرة على في العالم كان 49 منهم في كويجو. سبب واحد وبسيط، حوالي 92.5% من أراضي كويجو كلها جبال وشلال، يعني بنا قنادق أسهل وأنسب من طرق. علاش شبكة نقل مكملة مزيان هي اللي تقدر تبدل الحالات ديال الفقر في هاد الجهة. شحال هادي حيت منطقة كانت بعيدة وعمر بالجبال، ما كانش بتواصل مزيان مع جهات أخرى، وداكشي خلى التنمية فيها متأخرة بزاف على باقي المناطق الصينية. كان مثال صيني قديم كيقول اللي بغا يولي غني يبداو من طرق. في العشر سنين الأخيرة بفضل البناية التحتية اللي داروها بحال القطار السريع، طرق وقنادق وزيد دعم صناعي، ولا كويتشو جهات اللي كيطول بسرعة كبيرة في الصين، وخاصة مجال السياحة زاد بزاف حيت نقل ولات سهل بزاف، ومناطق طبيعية زوينة، وثقافة ديال الأقلية في كويتشو ولا كتجذب عدد كبير ديال الزوار من الصين ومن برا. وانت شنو رأيك في هادشي؟